الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطوره. البلد دي هتتفتت. انت عايزاها تتفتت؟ عشان ايه؟ دي الفزاعه اللي بتضحكوا بيها على الناس في الاعلام. وانا عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. عايزه ايه؟ عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. طب ما انت ملكه البلد اصلا، تشتغل نفسك ولا ايه؟ انت شوفي انت عايزه ايه، اما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضلي. اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا. انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل في نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها. انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير انا في الكباري ما حصلتش. انا اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده. الموضوع دلوقتي مش سهل، موضوع في منتهى الخطوره. انا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت اصبحت السلطان، ولكن دلوقتي ايه؟ اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. انا فاضي. ايه؟ هو انا هخمن؟ انا هخمن؟ انت عايز ايه؟ انت حاجه صعبه. سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كلام فكرين. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطوره. وانا عايز اقول ان سوف يحكم التاريخ بما لنا او علينا جيلا بعد جيل. إن شجرة الرز باقية والأشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقطاي بيهددني، يا إما هو يا إما الفوضى. مولاتي الحي الحي! في إيه يا مرعوب؟ القائد عز الدين أيبك جه. طب ده خبر عادي. خبر عادي إيه؟ ده قائد الجيوش، ده أنا ما بشوف كمين في الشارع بفلق. طيب اخرج وخليه يتفضل. عادي يعني؟ عادي. ربنا يستر. مولاي أيبك!